ازيك يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا حبيت ان انا النهارده اعمل طبق مكرونه بشاميل، بس هعمله على مزاجي انا وعلى حسب رغبتي، مش هعمله على حسب اي حد. بس طبعا ممكن انت او اي واحد او اي واحده ممكن لو حب ان هو يعمل مكرونه بشاميل يعمله زي ما انا بقول له كده. واغلبيه الستات البيوت هم اللي بيعملوا الحركه ديت، بيحط بشاميل وبعد كده يحط المكرونه وبعد كده بتحط اللحمه وبعد كده بتحط المكرونه وبعد كده بتحط اللحمه وبعد كده يحط مكرونه، وفي بيعملوا طبقتين وبعد كده بيحط البشاميل وبعد كده يحط تشيز. ليها 50 طريقه كتقفيل، بس انا طبعا عشان عايز انجز وقتي وهوب شقلب وهوب وكل يلا عشان انا جعان، فحبيت ان انا هعمل ميكس على طول. يعني بمعنى احط البشاميل المكرونه هوب مع اللحمه هوب مع الجبنه هوب، اقوم حاطط طبقه البشاميل هوب حط التشيز ودخل هوب على الفرن وهوب بعد كده طلع الكل. بس خلينا قبل ما نبدا الفيديو النهارده طبعا ما تنسوش او ما تبداوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وما تنساش ان انت تعمل اشتراك. وقبل ما تعمل اشتراك خلينا قبل ما نبدا نفعل الجرس زي ما اتعودنا. خلينا نبدا يلا. نص مكرونه قلم ماء مغلي، طبعا حطيت فيها المكرونه، جبت طبعا اللبن حطيت له ملح، بعد كده حطيت له مرقه الدجاج وبعد كده قلبته، وبعد ما تقلب غطيته، وبعد كده قلبت المكرونه عشان ما تعجنش، وبعد كده بعد ما صفيت حطيت لها زيت وقلبتها، ودي شكل المكرونه طلع معايا. بعد كده جبت الزيت 4 معالق زيت كبار، كده جبت الدقيق وبعد كده قلبته كويس. وبعد ما قلبته لغايه ما بدا ان هو يديني القوام اللي انا عايزه، اللي هو يبقى بحيث ان هو انا بنزله في اللبن يبقى بحيث ان هو يبقى خفيف معايا زي ما انتم شايفين كده، يبقى عامل زي الخيط وانا بنزله في قلب اللبن. طبعا لازم يكون زي كده بالظبط، حتى يعني ما يبقاش مكتل كده ويبقاش مكلكع معاه عشان ما يخرز معاه البشاميل، لازم زي ما انتم شايفين. لكن لو الدقيق نفسه بقى تقيل، نصيحة مني، هيخرز مني وهتضطر انت تضربه في الخلاط. فانا طبعا مضربتوش في الخلاط، ضربته في المضرب. وبعد كده زي ما انتم شايفين القوام بتاعه زي ما انتم شايفين كده، عامل زي الخيط ينزل على المكرونه عادي من غير اي حاجه. غطيته طبعا، جهزت الزيت اللي عندي، طبعا قلت معلقه زيت او زبده اي حاجه، وممكن تحط لحمه مفرومه. وبدات احط لحمه او فراخ، جبت لحمه مفرومه وبعد كده جبت البصل. على ما اللحمه المفرومه تتعصر جبت بصلايه بيضه، بدات انا اقطعها قطع صغيره جدا عشان خاطر طبعا تلحق ان هي تتعصر معايا. وطبعا بعد ما بدأت ان انا افرمها فرمة حلوة جدا جدا، لازم الخضار كله يبقى بنفس التقطيعة ونفس السوى عشان خاطر البصل والحاجة دي تستوي مع بعض. ممكن يا جماعة حرفيا انا ممكن استغنى طبعا عن الفراخ عن اللحمة المفرومة، ممكن احط فراخ، ممكن احط اي حاجة، ممكن اعمل مكرونة بشاميل بالفراخ، ممكن اعملها بالخضار، ممكن اعملها باي حاجة زي ما انت تحب، زي ما بتحب عامة. جبت طبعا قرنين فلفل اخضر بس اللي هو مش الحراق، وبدأت ان انا افرمه بايدي الاول، وبعد كده بدأت ان انا افرمه قطع صغيرة. وبعد ما بدأت ان انا افرمه قطع صغيرة لازم اخليه ان هو يبقى ايه كويس معايا جدا، وانا حتى لما انزله مع اللحمة مفرومة ما يبقاش ان هو في المكرونة ان هو باين كبير قوي، لازم الخضار كله يتطعم كويس جدا. وكمان الطماطم، جبت حباية طماطماية واحدة، بدأت ان انا اقطعها تقطيع كويس جدا جدا. ولازم اهم حاجة اتأكد ان الطماطم بتاعتي تكون سليمة ناشفة، يعني متبقاش اللي هي تجيب مية، عشان خاطر ما تجيبش مية فتخلي منظر المكرونة مش كويس او منظر اللحمة او شكل اللحمة مش كويس. طبعا جبت عود كرفس او نص عود كرفس على حسب ما انت عايز. بدأت ان انا اقطعه طبعا تقطيعة بفرمة برضو كويسة، ممكن انزل بيه مع البصل عادي وهو بنزله مع اللحمه. كده كده هوريكم دلوقتي انا بنزله ازاي مع اللحمه. الكرفس ده ممكن تحطه وممكن ما تحطوش. طبعا جبت انا نص قرن فلفل او ربع قرن فلفل حامي زي ما انت تحب، بس انا حبيت ان احط ربع قرن فلفل عشان طبعا يبقى كويس معايا جدا، عشان ما يخليش المكرونه كمان سبايسي قوي. خليتها طبعا بعد ما نعمته كويس، بدات ان انا اجيب المشروم عندي. مشروم برضو زي ما تحب، حبيت تحط له ماشي، ما حبيتش براحتك، بس نصيحة مني حط مشروم عادي في المكرونة البشاميل، بس على حسب الرغبة زي ما قلت لك. بس صاحبي بصراحة لما جه كل معايا عجبه المشروم، قال لي بصراحة المشروم باين في المكرونة وطعمه جميل جدا جدا، وبالذات انا المشروم طبعا مديله تعصيجة قبل ما ادخله مع اللحم. طبعا نزلت بعد ما اللحمة خلاص اتعصجت معايا، نزلت بالبصل والكرفس الاول، بعد كده نزلت بورق الروي، وبعد كده نزلت بكزبرة ومرقة اللحمة، وبعد كده نزلت بفلفل اسود. التوابل دي يا جماعه على حسب رغبتك. بعد كده بعد ما قلبتهم نزلت بالطماطم والفلفل مع بعض، وبعد كده نزلت بالمشروم، بعد كده قلبت ده كله مع بعضه، وبعد كده بدات ان انا انزل بالمكرونه. طبعا المكرونه يا جماعه حرفيا فيها تكايه جامده عشان خاطر لسه تخش مع الفرن ومع البشاميل السخن، فممكن تستوي معاها بزياده، فلازم اخلي المكرونه ان هي تبقى ناشفه شويه.
نزلت بالبشاميل. بعد كده بدات ان انا اقلب البشاميل تقليبه كويسه جدا 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 عشان خاطر كل دوت ينزل مع بعضه. بعد كده جبت الطاسه اللي احط فيها البشاميل، جبت زبده مبخره او زبده بخار، ونزلت بمعلقتين او 3 4 معالق بشاميل في الارضيه عشان خاطر يمسك الارضيه بتاعه المكرونه البشاميل. بدات ان انا افرده في قلب الطاسه كده زي ما انتم شايفين. وبعد ما قلبت ده كله وفردته كده طبعا بدات ان انا كان المكرونه عندي تمام جهزت معايا. وبعد ما اتقلبت بدات ان انا افرد كويس في الطاسه. بعد كده جبت المكرونه عندي طبعا بدات ان انا انزل بيها واحده واحده كده عشان ما تبهدليش الدنيا. ونزلت طبعا بالمكرونه وبدات ان انا افردها زي ما انتم شايفين كده، ما اخليش حته فيها كبيره عن التانية، اخليها كلها على قد ما اقدر اسويها. ممكن اجيب غطا حله او غطا اي حاجه اصغر من الطاسه او اصغر من اللي انا احط فيه وابدا ان انا اسويها. بعد كده جبت البشاميل وبدات ان انا احط الجبنه والموتزاريلا، خليتها كلها عامه كلها درجه واحده، مفيش حاجه كبيره او مفيش حاجه ظاهره. وبعد كده بدات ان انا طبعا بعد ما حطيت الجبنه الرومي وبشرتها حطيتها مع جبنه موتزاريلا. وبعد كده دخلت ده كله الفرن. وبعد ما دخلت كله الفرن طبعا اصبح معايا ديت طبعا بعد ما معايا وهي بتستوي طبعا كان شكلها تحفه طبعا يا جماعه. دي شكل المكرونه بعد ما طلعت. ثانيه واحده عشان سخنه. دي شكل المكرونه بعد ما طلعت، حاجه جميله جدا. هنشوفها دلوقتي هي بتتقطع ازاي. حاجه يا جماعه حرفيا حاجه يعني بص يعني حاجه على الرايق زي ما بيقولوا. طبعا انا سبتها لحد ما تهدى عشان تتقطع وبعد كده نشوفها هتتقطع ازاي. ممكن تهدى عليها خالص برضو عادي مش هتفرق معاك، بس خلينا نقطع دلوقتي نشوفها ازاي ان احنا نقطعها. المكرونه جميله قوي. حاجه بصراحه يا جماعه حاجه في منتهى الروعه، يعني حتى الجبنه اللي فيها جميله قوي. جميله جدا حلوه. كمان المشروم مديها طعم جميل جدا. يا رب لو الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى ان هي تكون عجبتكم ان شاء الله. طبعا اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. متنسوش لو عجبكم الفيديو متنسوش تفعل لايكات بقى وجرس وتعمل اشتراك. ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. سلام.